Ya ne ki bu? bilmem. Ne ki? Biraz yaklaşıp görmek ister misin? أهلا بكم في قناتنا. النهاردة رجعنا لكم فكرة مسلسلات جديدة وقائمة ممتعة وشيقة كلها إثارة ومغامرات. قائمتنا هيكون فيها أفضل 10 مسلسلات تركية جديدة رائعة. كل فترة بحاول أجيب لكم مسلسلات وأفلام جديدة شيقة تتابعوها وأرتبها لكم من الجيد جدا إلى الممتاز، فكل مسلسل في هذه القائمة جدا ممتع. المسلسل الأول في قائمتنا مسلسل نحن مجرد أصدقاء. Ece'yi de yanına alıp biz evleniyoruz diyerek eve geldi. تدور قصة المسلسل حول أمورت وآيس، حيث قررت لهم عمة أموت بتقاسم المنزل، وقررت التنازل عن جميع ممتلكاتها وتترك منزلها الوحيد لمن يتزوج أولا. وعلى الرغم بأنهم لا يفكرون بالزواج إلا أنهم كل يوم يذهبون لموعد مع أشخاص مختلفين بحثا عن الزوج المناسب. وفي هذا تبدأ أحداث المسلسل. Hayvan gibi sarhoş olacağız bu gece. Eşekler gibi içeceğiz abi. Afiyet olsun. Canım ya. İyi olan kazansın o zaman. المسلسل رقم 2 في قائمتنا مسلسل أسقف زجاجية. يحكي المسلسل حول امرأة شابة تدعى ليلى وشاب يدعى جيم. ليلى امرأة طموحة نشيطة ومتفوقة في عملها، وصلت إلى أعلى مراكز مناصب عملها بمجهودها دون مساعدة أحد، وقضت حياتها في العمل والتجارة. أما الشاب جيم فهو ينافس معها في العمل ويصبح بمجرد الوقت أكبر المنافسين لها، والعجيب أنه يحصل على كل شيء بسهولة وتفتح له الأبواب بسبب كونه رجل وهي امرأة. المسلسل الثالث في قائمتنا مسلسل في السر والخفاء. Amir Komiser, sivil operasyonlarımızın vazgeçilmez ismi. Hedefimiz büyük bir silah kaçakçısı. Siz de onun yeni komşuları. Hayatta olmaz. Ne olmaz? Hayatta bunu... تدور قصة المسلسل حول اثنين من أفضل المفوضين اللذان يعملان بالشرطة التركية، هما ناز وبيمير، حيث يجتمع بينهما الحب والمغامرة والجريمة والكوميديا. ومن أجل القضاء على زعيم مافيا تقرر الشرطة استخدام ناز وبيمير معا مهمة سرية لإلقاء القبض على مهرب أسلحة وأخطر رجل مافيا، ومن ضمن الخطة يصبحان زوجان جدد وجيران للمجرم بشكل مؤقت. İlk karşılaşmamızda. Bakışlarına. Kero hayatı, yaşamayı çok seviyor. Hep bir gülüyor. Naz? Ben polis olduklarını biliyordum. Demek polissiniz ha? Ama en önemlisi de kendimi onun yanında çok güvende hissediyorum. المسلسل رقم 4 هيكون من نصيب مسلسل أجمل منك. Yok. Sadece iş var. Hadi bakalım. İstanbul'a mı taşınıyoruz? Boşuna umutlanma. Ne işin var burada? Alt katta yaşıyorum ben. Aç mısın? Ne zahmet ettin? تدور قصة المسلسل حول طبيبة أمراض جلدية تدعى أفسون، كانت تعيش مع والدها بعدما تركت والدتها القرية منذ زمن. تعمل الطبيبة في إحدى الوحدات الطبية، لكن والدتها التي تعد شريكة في أكبر مراكز التجميل في العاصمة اسطنبول طلبت رؤيتها بعد أن تعرضت لوعكة صحية، ولحت عليها أن تعمل في مركز التجميل الذي تملكه، وهو الأمر الذي خضعت له في النهاية. وهنا يحدث الخلاف مع أحد أشهر أطباء التجميل في المركز وهو كان، وتبدأ وتيرة الدراما والكوميديا في التصاعد. Emir ameliyathaneye geliyor. Mete'yi görecek. Su içelim biz su içelim. O zaman umarım dediğin gibi olur. Orada gizli çekimi ameliyat etmiş. Yoksa çok pis bela olur başına. Ortaya seni kritikten attırırım. Çıkartmak için elimden gelen her şeyi yaparım. المسلسل الخامس مسلسل سيعجبك. Her şeyi bir yana bırakıp saatlerce burada kalsak. Bu köpük köpük mavilikte birlikte kaybolsak.
آسيا. تدور أحداث المسلسل حول قصة حب فتاة متواضعة وفقيرة تدعى آسيا وتلغى الذي يعمل ممثل وينتمي لعائلة ثرية. تتوالى أحداث المسلسل في إطار رومانسي كوميدي، فتلغى ممثل شاب في ذروة شهرته لكنه غير راضي ولا سعيد، بينما آسيا كاتبة في مركز تجاري، وعندما تتقاطع مسارات هذان الشابان نتيجة للمصادفة يصطدم عالمان مختلفان ببعضهما البعض. Daha fazla dayanamıyorum. Şişman dedi bana. Ne şişman ya? Hocam ben şişman falan demedim hocam. Hocam ya bu nasıl bir kapris lütfen. Ne kaprisi ya? Allah aşkına muhatap Asya, olma benimle. buraya Gitme gel. yerine al. Oradan laf sokup Muhatap olma gidemezsin. benimle. Konuşmak istemiyorum. Asya orası benim karavanım. Konuşmayacağım. Asya yanlış karavanı giriyorsun orası. Seversin yakında Kanal D'de. وقبل ما نكمل باقي المسلسلات فياريت لو وصلت هنا ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو، وده لو اول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تشترك في القناة وتدوس على زر الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا. المسلسل رقم 6 مسلسل لعبة الحظ. Uğraştım ben. Rüzgar benim ilk aşkım. Gerçek aşkım. Rüzgar. Bismillah. Erkekler çocuk gibidir. Ve erkeğin iki vazifesi. يدور المسلسل حول فتاة تبلغ من العمر 20 عام تدعى آدا، لديها اعتقاد بأن حبها الأول سيجلب لها الحظ السيء كما حدث مع الكثير من عائلتها، فتعرفت صدفة على حبها الأول في الجامعة والتي عرضت عليه الزواج لكي يبقى في تركيا بعد حصوله على الجنسية التركية بعد زواجه منه، إلا أن حبيبها لم يكن في الحقيقة يحبها وقد صارحها لاحقا بمشاعره اتجاهها. وتدور أحداث المسلسل. Karından sonra senin çalabileceğini düşünüyor musun? Hayatta olmaz. Olur. Olmaz. Bugün büyük gün. Bana gerçekten evlenme teklif edecek. Biz Rüzgar Bey'e vatandaşlığı size inandığımız için verdik. Sahte evlilik yapacak halin yok ya. Ada ben şimdi sana bir şey soracağım. Evet. Ne evet ya? المسلسل السابع مسلسل الجار المثالي. Mona sakın duymasın. تدور أحداث المسلسل حول منى الطفلة التي عاشت في ملجأ للأيتام حتى أصبحت شابة حسناء تعمل في موقع إخباري، وتجبر على إخلاء منزلها وتنتقل للعيش مع أحد زملائها في العمل يدعى يعقوب الذي عرض عليها استئجار غرفة في منزله، حيث تبدأ بملاحظة تصرفات غريبة على سكان المبنى وتشك أنهم يخفون أسرارا غامضة، وتبدأ منى في مواجهة العديد من الأحداث الصادمة في المنزل التي تسكن به حاليا مع زميلها يعقوب. Gitmeli, gitmeli, bu kız buradan gitmeli. Gitmeli, gitmeli, yuvamızı terk etmeli. Gitmeli, gitmeli, bu kız buradan gitmeli. Gitmeli, gitmeli, yuvamızı terk etmeli. Yakup ona tutulmadan, ateş bacayı sarmadan, bu kız buradan. المسلسل رقم 8 في قائمتنا مسلسل حب بالصدفة. يتناول المسلسل قصة فتاة جميلة تدعى شمال تحلم بالسعادة بزواجها من الرجل الذي تحبه بعد تخرجها من الجامعة، وشاب وسيم من عائلة ثرية يدعى جيفان يسعان الشابان وراء السعادة مع أمالهم وأحلامهم، ويتقابلان صدفة بشكل غير متوقع بعد وقوع حادث لشمال، ويمر الشابان بمجموعة من الأكاذيب والأحداث الغير متوقعة التي تحدث واحدة بعد الأخرى، وتدور أحداث المسلسل في هذا السياق. Ben bu çeyizi boşuna düzmedim. Dönmüyorum işte, olmaz. Dönemem. Gitmiyorum. والمسلسل اللي قبل الأخير معانا هو مسلسل هل ستكون منا. İlk randevu, ilk adım. Onu mutlaka etkileyin. Korkuyorlar o. Gideceğim korkuyorum. Sarp'ın göğüsleri 120. Deniz'in memeleri natural. Sarp 2 vurur tek sayar. Deniz üst üste 20 kez. Sarp çıkarmadan.
تدور أحداث المسلسل حول دينيز وسار الذي تعبوا من العلاقات المخيبة للأمال، ويبحثون عن الملاذ الأخير في الكتب التي تقدم نصائح حول العلاقة. وفي كل مرة يحاولون التعرف على بعضهم البعض، يضحكون أحيانا ويمرون أحيانا بلحظات عاطفية، ويجدون أنفسهم أحيانا في غرائب مختلفة، في حين أنهما يمكن أن يكون زوجين مبهجين في حالاتهما الطبيعية. وتتوالى أحداث المسلسل في استعراض مواقف تنفيذ نصائح كتاب العلاقات. Geçecekti be. Bunu saymayalım. Bence bir daha buluşalım. أما المسلسل رقم 10 والأخير في قائمتنا هو مسلسل أين. Bu adam üçünüzle aynı anda birlikteydi. Sizin bundan haberiniz yoktu. Üçünüzü birbiriniz aldattı. Benim sevgilim. Benim sevgilim. Senin de kızların da Allah cezanızı versin Ferit abi. يحكي المسلسل عن شخصية فريد الذي ترك كلية الطب دون علم عائلته، وتحول إلى عاشق للنساء حياتها كلها بين النساء، والتي تحلم بالزواج منه كل الفتيات الواسمات والصغيرات، إلا أنه يستمتع كطفل مدلل في مواجهة اهتمام الفتيات، ولا يكتفي بواحدة فقط حتى يقابل زهرة التي ستكسر قلب فريد كما كسر فريد قلوب الفتيات. وتتوالى أحداث المسلسل. Ben seni bugün burcunu okudum. Sen bugün isteyeceksin, gelecek. Sen bittin! Lan oğlum sen çok yanlış araba çattın oğlum! Ama oyunun büyüğünü biz oynayacağız, biz. Bak önce sana deliler gibi aşık olmasını sağlayacağız. Sana aşık olduğuna emin olduğumuz anda sen onun kalbini yerinden söküp alacaksın. Buyurun cenaze namazını. Feris bana aşık olacak, ben de onu terk edeceğim. Ama öyle herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda değil. Onun en mutlu olduğu anda, nikah masasında. Seni bir öpeyim be. وبكده خلصت قائمتنا النهارده. اكتبوا لنا كومنت بالمسلسل اللي شايف انه رقم 1 في قائمتنا، وايه المسلسلات اللي ظلمت وشايف انها كانت تستحق انها تكون في قائمتنا النهارده. كان معكم احمد، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.